السلام عليكم. هاد المرة بعيدا على فيديوهات الدروس غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف بالنسبة للتلاميذ وخصوصا تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. كيف ما كنعرفوا ككل شهر مارس أو أبريل من كل سنة التلاميذ كيقوموا بعملية ما يسمى بالتوجيه المدرسي عن طريق ملء بطاقة الرغبات، واللي من خلالها التلميذ كيعبر على الشعبة اللي باغي يستمر فيها من بعد النجاح في السلك الإعدادي. ولكن المشكل اللي كاين هو بعض التلاميذ إلا ما قلناش أغلبهم ما تتكونش عنده واحد الرؤية واضحة أو فكرة على الشعب والمسالك والتوجهات اللي بعد السنة الثالثة إعدادي، فكيعمر ديك البطاقة غير على الله وكيدير واحد التخصص اللي حتى كيفوت الفوت عاد كيكتشف بانه دار واحد التخصص اللي ما قادرش انه يعطي فيه او يقدر يخليه يعاود العام. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم بالتفصيل جميع التوجهات اللي كاينه بعد السنه الثالثه اعدادي والمسالك ديال كل تخصص او ديال كل توجه، سواء في السيزيام اني سيتادير السنه الاولى بكالوريا او لا في البكالوريا او كيف ما كنسميوها السنه الثانيه بكالوريا. بالنسبه للجذور المشتركه اللي كاينه بعد السنة الثالثة إعدادي أو التوجهات اللي كاينة بعد السنة الثالثة إعدادي، كاين عندنا 4 ديال التوجهات. التوجه الأول هو الجذع المشترك التكنولوجي، التوجه الثاني الجذع المشترك العلمي، الجذع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية، وفي الأخير كاين الجذع المشترك للتعليم الأصيل. ندوزو دابا نشوفوا المواد اللي تيتقراو في كل جذع مع الحصص الأسبوعية والمعاملات. بالنسبة للجذع المشترك الأصيل أو الجذع المشترك التعليم الأصيل، المواد اللي تيقراو التفسير والحديث 3 الحصص في الأسبوع، المعامل كيكون 4، الفقه والأصول 3 ديال الحصص في الأسبوع كذلك المعامل 4، التوثيق تيكون حصة واحدة في الأسبوع والمعامل كيكون على 2. باقي المواد كنلقاو اللغة العربية تتقرا 5 ديال الحصص في الأسبوع، المعامل 4، التاريخ والجغرافيا حصتان في الأسبوع، المعامل على 3، الفلسفة كذلك المعامل على 2، اللغة الفرنسية 4 ديال الحصص في الأسبوع، المعامل 3، اللغة الإنجليزية الرياضيات 2 ساعات في الأسبوع، المعامل كيكون هو 2، علوم الحياة والأرض حصة واحدة، المعامل على 2، المعلوميات 2 ديال الحصص والمعامل كذلك على 2، التربية البدنية 2 ديال الحصص والمعامل على 2. بالنسبة للجذع المشترك الآداب والعلوم الإنسانية، فهاد الشعبة هادي ما كيتقراوش هاد المواد هادو لأنهم حكر على جذع مشترك التعليم الأصيل. أما باقي المواد الأدبية بحال اللغة العربية أو التاريخ والجغرافيا أو الفرنسية أو الإنجليزية فتتقراو ما بين 4 حتى 5 ديال الحصص في الأسبوع، والمعامل تقريبا تيكون ما بين 3 و4. في حين المواد العلمية تتقرا فقط الرياضيات وعلوم الحياة والأرض، الرياضيات كيتقراو 2 ديال الحصص في الأسبوع، المعامل كيكون على 2، وعلوم الحياة والأرض كتقرا حصة واحدة في الأسبوع والمعامل تيكون على 2. بالنسبة للجذع العلمي أو الجذع مشترك علمي تقريبا تلقاو حصص المواد العلمية طالعة بحال الرياضيات كتقرا 5 ديال الحصص في الأسبوع، المعامل تيكون على 4، الفيزياء 4 ديال الحصص، المعامل على 4، وعلوم الحياة والأرض 3 ديال الحصص والمعامل على 4. باقي المواد سيتادير المواد الأدبية تينخفض المعدل ديال الحصص ديالها إلى 2 حصص في الأسبوع، والمعامل تقريبا تيكون هو 2 باستثناء اللغة الفرنسية والإنجليزية. الجذع المشترك التكنولوجي تقريبا بحال الجذع المشترك العلمي، فقط عوض يقراو علوم الحياة والأرض تيقراو واحد المادة جديدة اللي هي مادة علوم المهندس اللي تتكون المعدل ديال الحصص ديالها هو 3 ديال الحصص في الأسبوع والمعامل تيكون 4، يعني كيكون المعامل ديالها طالع. بالنسبة للجذع الآداب والعلوم الإنسانية خيار فرنسية أو لا خيار إنجليزية تقريبا نفس الشيء مقارنة مع جذع الآداب والعلوم الإنسانية العادي، باستثناء اللغة الفرنسية تتزاد معدل الحصص ديالها من 4 إلى 6 ديال الحصص. نفس الشيء بالنسبة للناس اللي غاديين يديروا مثلا جذع آداب وعلوم إنسانية خيار إنجليزية أو لا خيار إسبانية تتقرا الإنجليزية 8 ديال الحصص في الأسبوع. بالنسبة للجذع مشترك علوم خيار فرنسية تقريبا بحال جذع مشترك علمي، فقط أنه عوض تقراو المواد باللغة العربية غادي تقراوها باللغة الفرنسية. دابا نشوفوا شنو هما الشعب ديال الاولى بكالوريا. انا اختاريت واحد التوجه في السانكيام اني، ملي كيوصل عاوتاني شهر 3 او 4 كيخصني نعمر تاني شنو هي الشعبة اللي انا قررت نكمل فيها الطريق ديالي. مثلا بالنسبة للشعب الجذع مشترك التعليم الاصيل كاين عندنا 5 ديال الشعب. كاين عندنا العلوم الاقتصادية والتسيير، الادب والعلوم الانسانية،
اللغة العربية، الفنون التطبيقية، والعلوم الشرعية. يعني أنني في الآخر ديال شهر 3 أو في البداية ديال شهر 4 تقريبا، ملي غنكون في السانكيام اني ديك الساعة، غادي نعاود تاني ناخذ واحد المطبوع وتنعاود تاني نعمر شنو هي الشعبة اللي غادي نستمر فيها في السيزيام اني. بالنسبة للجذع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية، كاين 4 ديال الشعب. كاين شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة اللغة العربية، شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير، والفنون التطبيقية. الجذع المشترك علمي كاين عندنا 6 ديال الشعب تقريبا بحال الجذع المشترك تكنولوجي. عندنا العلوم التجريبية، العلوم الرياضية، العلوم والتكنولوجيات الكهربائية، العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، عندنا العلوم الاقتصادية والتدبير، وعندنا في الأخير الفنون التطبيقية. كيف ما قلنا نفس الشعب اللي كاينه في الجذع المشترك العلمي كاينه في الجذع المشترك التكنولوجي كيف ما كتلاحظوا. دونك هنايا عندنا العلوم التجريبيه، العلوم الرياضيه، العلوم والتكنولوجيات الكهربائيه، التكنولوجيات الميكانيكيه، العلوم الاقتصاديه والتدبير، والفنون التطبيقيه. من بعد عاوتاني في سيزيام اني عاوتاني ملي توصل شهر 3 او شهر 4 كنعاود عاوتاني نعمر واحد المطبوع اللي خاص بالمسلك اللي غادي نتخصص فيه من بعد. بحال مثلا نقولوا مثلا الجذع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية، اختاريت أنا مثلا في السيزيام اني الآداب والعلوم الإنسانية. يعني في السانكيام اني كنت أنايا جذع آداب وعلوم إنسانية، هنا اختاريت في السيزيام اني الآداب والعلوم الإنسانية، يعني شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. ألوغ في البكالوريا كيوليو عندي جوج ديال التخصصات أولا جوج ديال المسالك، يا إما كندير مسلك الآداب أولا كندير مسلك العلوم الإنسانية. بالنسبة للعلوم الشرعية تقريبا كيبقى يعني نفس الشعبة هي نفس المسلك، يعني الشعبة ومسلك في نفس الوقت. نفس الشيء بالنسبة للغة العربية. بالنسبة للعلوم الاقتصادية والتدبير كاين عندي جوج ديال المسالك يعني اللي ممكن أنا نتخصص فيهم في البكالوريا. كاين عندنا مسلك علوم التدبير المحاسباتي، وكاين عندنا مسلك العلوم الاقتصادية. بالنسبه للفنون التطبيقيه ما عندناش يعني شي مسلك، نفس الشعبه اللي درناها في سيزيام اني كنبقاو تنتخصصوا فيها، يعني ما عندناش شي مسالك اخرى. هذا الشيء بالنسبه للاداب والعلوم الانسانيه. بالنسبه للعلوم مثلا شعبه العلوم التجريبيه، هنا عندي الحق ندير وحده في هذه المسالك الثلاثه، يا اما تندير مسلك العلوم الفيزيائيه، اولا كندير مسلك العلوم الحياه والارض، اولا مسلك العلوم الزراعيه. في المقابل شعبه العلوم الرياضيه عندها جوج ديال المسالك، كاين يا اما مسلك العلوم الرياضيه الف اولا مسلك العلوم الرياضيه باء. اما فيما يخص باقي الشعب فتقريبا كيكون عندنا نفس المسلك، مثلا العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيه يبقى كما هو يعني نفس المسلك، العلوم والتكنولوجيات الكهربائيه كذلك، العلوم الاقتصاديه والتدبير كيف ما كنا شفناها قبيله عندنا مسلك علوم التدبير المحاسباتي ومسلك العلوم الاقتصاديه. اما فيما يخص الفنون التطبيقيه فتتبقى عندنا نفس الشعبة أو نفس المسلك. ألوغ دابا خصنا نشوف شنو هما المؤهلات الدراسية والشخصية ديالي اللي كتخول لي أنني نمشي في واحد المجال معين. حنا كيف ما قلنا أن بعض التلاميذ أنهم غير تيعمروا واحد الورقة بدا ما يعرف أنه شنو هي الميولات ديالو أو الرغبات ديالو، يعني ما عندوش شي فكرة على واحد المجال معين. ألوغ هنا خصني نعرف شنو هما المؤهلات الدراسيه والشخصيه اللي غادي تخول لي انني نمشي في واحد المسار بشكل مزيان. الوغ بالنسبه للجذوع المشتركه مثلا انا بغيت ندير جذع اصيل، شنو هما المؤهلات الدراسيه اللي خصها تكون عندي؟ بالنسبه للمؤهلات خص يكون عندي واحد المستوى مزيان في اللغه العربيه، في التربيه الاسلاميه وفي الاجتماعيات. اما بالنسبه للمؤهلات الشخصيه خص يكون عندي واحد الاستعداد وقابل لدراسه المواد الاسلاميه، يعني أنا خصني نكون مستعد يعني ويكون عندي واحد القابلية أنا نقرأ هذه المواد الإسلامية بحال علوم القرآن، بحال علم التفسير، بحال علم الحديث، علم الفقه والتخصص فيها. بالنسبة لجذع الآداب والعلوم الإنسانية خصو يكون عندي واحد المستوى مزيان في المواد الأدبية بحال اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الاجتماعيات والتربية الإسلامية. أما من حيث المؤهلات الشخصية كيكون خصني نلقى راحتي في اللغات مثلا والعلوم الإنسانية، يكون يعني عندي مع التواصل الكتابي والشفوي سواء في اللغة العربية أو في الفرنسية، حب المطالعة يعني خصو يكون عندي مثلا يعني الرغبة ديال أنني كنقرأ كتوبة، والاهتمام بالميادين الأدبية والفنية. فيما يخص الجذع المشترك آداب والعلوم الإنسانية خيار فرنسية
تقريبا نفس الميولات، نفس المؤهلات، سواء الدراسية سواء الشخصية، باستثناء أنه خصها تكون عندي واحد القدرة باش أنني نساير ونواكب هذوك المواد ولا ذاك التوجه باللغة اللي أنا اختاريت، يعني بلغة الخيار. بالنسبة للجذع المشترك علمي، ضروري خصو يكون عندي مستوى مزيان في المواد العلمية، بمعنى آخر خصني يكون يعني مزيان في المواد ديال الرياضيات، علوم الحياة والأرض، والعلوم الفيزيائية، إضافة إلى اللغة الفرنسية. وتقريبا بالنسبة للغة الفرنسية تقريبا كتكون مهمة في جميع الشعب وفي جميع الجذور. بالنسبة للمؤهلات الشخصية، خصو يكون عندي حب الاستطلاع، يعني عزيز عليا أنني نقلب، عزيز عليا أنني نكتشف حوايج جداد في العلوم، والميول الى البحث العلمي، يعني خصو يكون عندي مع البحث العلمي قدره على انجاز رسوم تخطيطيه واستعمال التعبير المبياني، خصني نكون نعرف نرسم مبيانات مزيان، نكون كنعرف ندير واحد التحليل واحد الدراسه المبيانات، القدره على الملاحظه، يعني نكون عندي واحد القدره ديال لوبسيرفاسيون تكون مزيانه، التجريب والاستنتاج، يعني مثلا كيكون عندي واحد المبيان ولا كتكون عندي واحد المعادله او واحد القاعده معينه، ومن خلالها كنقدر انا نتوصل واحد الاستنتاج. بالنسبه للجذع المشترك علمي خيار فرنسيه او انجليزيه او اسبانيه، تقريبا كيكون عندنا نفس المؤهلات اللي كتكون في الجذع المشترك علمي، مع القدره والامكانيات لمتابعه الدراسه بلغه الخيار. مثلا اذا اختاريت انا جذع مشترك فرنسيه، خاصني يكون عندي واحد القدره انني نكمل الدراسه ديالي بهذاك اللغه ولا بديك اللغه الفرنسيه. نفس الشيء بالنسبه للانجليزيه، ونفس الشيء بالنسبه للاسبانيه. بالنسبه للجذع التكنولوجي، من بين المؤهلات الدراسيه اللي خصها تكون عندي، خاص يكون عندي واحد المستوى مزيان في الرياضيات، في الفيزياء والكيمياء، وفي اللغه الفرنسيه. هذا اذا لاحظتوا انهم حددوا لنا المواد، قالنا الرياضيات والفيزياء واللغه الفرنسيه. علاش؟ لان جذع التكنولوجي ما تيقراوش العلوم الطبيعيه، في عوضها كيقراو ماده علوم المهندس. وبالنسبه للمؤهلات الشخصيه، سيكون عندي واحد البنيه جسميه سليمه، دقه الملاحظه والقدره على التنظيم العقلاني، حب العمل اليدوي، القدره على التحليل والتنظيم والتدبير، روح المبادره والاستعداد لربط علاقات اجتماعيه، قابليه لفهم المعطيات الاقتصاديه وتحليلها. وبذلك غادي نكونوا سالينا مع الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. من بعد غادي ندير لكم واحد الفيديو نعرفوا شنو هما الافاق ديال كل شعبه تقريبا، باش ان بنادم يزيد ياخذ افكار اخرى اكثر على الشعب. وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح. الله يوفقكم. بون كوراج.